السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله وصفتنا هي واحد الحرشة اللي كتجي زوينة وبمقادير بسيطة موجودة في كل بيت. خليكم مع طريقة التحضير والمقادير. عندنا هنايا في واحد القصريه صغيره، عندنا هنايا واحد نص كيلو ديال السميده رقيقه، وعندنا كاس لاروب ديال الزيت وكاس لاروب ديال سنيده، وعندنا هنايا واحد سميتو جوج فرماجات، وعندنا خماره وساشي د الفاني. غادي نجيو هنايا غنضيفو ديك سنيده ونضيفو الزيت وغنضيفو الفرماجات. فهما اختياريين، ولكن راه كيجيو يعني كيزيدوها واحد البنه كتجي زوينه. نضيفو هنايا ساشي د الفاني والخماره. صافي بعد ما كنضيفو هاد المقادير كنضيفو الخميره ديال العجينه حبيبات، كنضيفو واحد راس المعلقه، وكنضيفو شويه ديال الملح. بالنسبه للبنات هنايا بغيتوها تجيكم مالحه غالبه الملوحه، زيدوا الملحه شويه ونقصوا من سكر سنيده، يعني ديروا غير واحد 4 كاس. وبالنسبه بغيتوها تجيكم حلوه يعني بحال الطعم ديال البسبوسه، فانا درت كاس لاروب. يعني انتوما هنايا اللي كتحكموا في الذوق ديالها. صافي هنا كنبدا نبسبس مزيان هذيك السميده، لان باش يتخلطوا ليا دوك المكونات مزيان وتشرب ليا الزويته هكايا مزيان مزيان مزيان، ويندمجوا ليا دوك الفرماجات اللي ضفت. هنايا كناخذ واحد شويه كنخليه على جانب، كنحتاجو من بعد. وكنجيب الماء عادي دافي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد بزاف. صافي كنجيب الماء عادي، كنبقى نضيف الماء حتى كنحصل على الخليط اللي انا بغيت. هنايا لانني انا غنطيبها في الفران، فانا جريتها يعني القوام ديالها كان مهم جاريه. ولكن نتو بغيتو طيبوها في المقله ديال الرغيفه، راه غتخليوها شويه قاصحه. كنجيب هنا واحد المول اللي كنكون دهنته بالزبده، وضفت ليه هذيك السميده اللي كنت نقصت معاكم، وكنضيف ليه الخليط. صافي كنبدا نوزع هنا بواحد المعلقه كنقادها هكايا في داك المول، وكندخلها للفران. كنشعل عليها من التحت حتى كتحمر، ونشعل عليها من الفوق. ممكن تشعلوا عليها من الفوق ومن التحت، ما يوقع ليها والو. صافي كنخليها طيب. هنا بعد ما طابت ها هي خدات لي داك اللون هكا محمر. صافي كنجي نحيدها من المول، كما كتشوفوا راه ما لاصقه في المول ما حتى شي حاجه. صافي كنقلبها هنايا في هذا المول هذا. كما قلت لكم البنات، الا بغيتو طيبوها في الفران يعني جريوها شويه، ولا كنتو بغيتو طيبوها في المقله خليوها شويه قاصحه بحال الحرشه، وراها كتجي زوينه. هنايا راه الا بغيتو تسقيوها تخليوها في المول ديالها وتسقيوها بالسيرو، فهي كتجي بحال شي بسبوسه. بغيتو تخليوها غير هكا، انا خليتها غير هكا بحال شي حرشه. صراحه ما سقيتهاش، ولكن شي مرات الا كنت بغيت نسقيها كنسقيها وكتجي بحال شي بسبوسه. هنا نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها. البنات هنا كتبان لكم بحال محمره بزاف، ولكن راه غير الاضاءه. كما كتشوفوا فاش كتقرب الكاميرا راه غير يعني ديك التحميره العاديه، اضاءه اللي كتبينها بحال محروقه. المهم البنات كتجي بحال هذا الشكل هذا كما شفتوا معايا، الحبه على الحبه، ما كتجي لا مدقسه لا والو، كتجي زوينه. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم البنات، نتمنى ينال اعجابكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. مع السلامه، الى فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحه.